المال العاطفي ده بيكون ليه دافع مش منطقي، دافع عاطفي، زي شعور مثلا الحزن. في ناس وهي حزينة بتحب تصرف. صحيح. في ناس الغيرة، احيانا ليه فلان جاب كده فانا لازم اجيب. صحيح. احيانا السعادة، الدوبامين، انا محتاج دوبامين فبالتالي بنزل اشتري. احنا في الرشد المالي ما بننفيش كل ده، ممكن احطه من ضمن موازنة، بس ابقى واعي ان انا النهاردة هشتري وده شراء عاطفي، واحط له موازنة واحط له عدد ايام. وبالتالي بدل ما انا بشتري ده 7 ايام لان انا في سايكل مش داري فيها او في دايرة بتلف بيا وانا في اللاواعي بتاعي، لا انا واعي ان ده شراء عاطفي وانا هكرره مرتين في الاسبوع او مرة في الاسبوع، وبالتالي هعرف اتعامل معاه واسيطر عليه. وللعلم هو ده الثقب الاسود اللي بتضيع فيه معظم فلوسنا.